الفيديو بتاعنا النهاردة بطعم وريحة زمان. الفيديو بتاعنا النهاردة غير أي فيديو. الفيديو بتاعنا النهاردة بريحة ست الكل، ست الحبايب اللي ما بتفوتش عيد، لا كبير ولا صغير، إلا ولازم تعمل لنا البسكويت اللي نفطر بيه، وخصوصا أحفادها اللي هما نور عينيها، اللي ما ينفعش يعدي عيد إلا ولازم يكون البسكويت جاهز اللي يفطروا بيه الصبح. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لو أول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ولايك وشير لو عجبك الفيديو. بس قبل ده كله يا ريت ما تنسوش ست الكل بدعوة حلوة من القلب، ربنا يحفظها ويخليها لنا يا رب، ما يحرمناش منها ابدا. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ مع بعض الفيديو بسم الله. دي يا جماعة طريقة البسكويت من ايد ست الكل ماما حبيبتي. قولي يا ماما. احنا كيلو زبدة وكيلو دقيق ناعم. تمام. و15 بيضة. تمام. وبعدين الفانيليا، وبعدين النشادر. تمام. والبودر قلبناهم، وبعدين حطينا الدقيق. احنا دلوقتي اللي انت يا ماما بتدوبيه ده ايه؟ ده السمنة والسمنة والسكر. تمام. قد ايه وقد ايه؟ كيلو. هنحط البيض دلوقتي يعني. كيلو بيستخدم لكام كيلو دقيق؟ لكام كيلو بسكويت؟ 4 كيلو دقيق. طيب دلوقتي احنا هنحط كام؟ 15 بيضة بس كفايه. طب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنضيف البيض على الزبدة والسكر بعد ما دوبناهم في بعض. ادي البيض يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. هنضيفه لست الكل. تمام. عندنا هنحط بعد كده بايدينا. احنا بنفضل زي زمان بس كده. هتشوفوا دلوقتي البسكويت بايد ست الكل وبطريقة زمان بتاعت جدتي وامها وبس كده. نفضل نقلب زي ما ماما بتقول. دي مقادير يا جماعة بتاعت 4 كيلو. كيلو زبدة وكيلو سكر 15 بيضة. السكر بودرة صح؟ تمام. و15 بيضة. حبة تزودي حبة تقللي بس امشوا على طريقة ماما افضل. ماما اتكلم عليه ايه بايدينا الاتنين. بنفضل بايدينا الاتنين عشان البيض، بس عشان البياض بتاع البيض يتقلب كويس. تمام. حطي اللبن بقى. انت تحطي لي اللبن. مين هيحطه؟ انا هحط دلوقتي لماما اللبن. دلوقتي هنضيف اللبن على حسب ما ست الكل تقول قد ايه. حوالي كام كيلو يا ماما كده لبن؟ بس تحكي له على 4. بصوا بقى يا جماعه، دي دلوقتي هنضيف النشادر بعد ما حطينا الزبده والسكر وال15 بيضه وقلبناهم كويس. دي دلوقتي حوالي 4 معالق نشادر ممسوح. عايزين حسوه ملح يا ولاد. طب ثواني. دلوقتي هننخلهم النشادر. هننخلها. تمام. دلوقتي بعد ما حطينا النشادر دول 4 اكياس فانيليا. دي في ال4 اكياس فانيليا. هاتي لي بقى من التانيين بس ما تقوليش كده. بعد ما حطينا الفانيليا ماما بتقلبها كويس، وبعد ما قلبتها كويس هنبدأ مع بعض نضيف الدقيق. احنا هنا ابتدينا نحط الدقيق، بس في وسط شوية الدقيق دول انا حاطه كيسين بيكنج باودر وهننخلهم مع الدقيق. دلوقتي ست الكل بعد ما نخلت لها ال4 كيلو دقيق حطي رشا. هنبدأ نعجن. بنعجن ازاي يا ماما؟ بنعجن اهوت كده، ما تتلتيش عشان يبقى حلو. تقليب بس يعني؟ لا بنعجن اهو. انتوا شايفين العجينه اهوت. لو عوزنا لبن هنحط. بس العجينه لو احتاجت لبن بنحط لها. لكن بتقول لكم انا بعمل لاحفادي في العيد. هي كده كل عيد ربنا ما يحرمناش منها. دايما بتعمل لنا البسكويت عشان احفادها يفطروا بيه الصبح. عيد بقى بسكويت، عيد لحمه، مش فارقه. هتعمل بسكويت يعني هتعمل بسكويت في اي وقت بقى. دلوقتي ماما ضافت شويه لبن عشان ايه يا ماما؟ عشان عايزه شويه. عشان ايه؟ عشان يبسى. يعني ايه يبسى؟ بس يعني ايه يبسى؟ هما يفهموها بقى. ماشي. يعني لسه ناشفه شويه، جامده شويه في ايديها، مش طريه. شايفين يا جماعه؟ هي العجينه كده قربت يا ماما؟ ان شاء الله خلاص. دي يا جماعه مقادير 4 كيلو دقيق. 4 كيلو دقيق. حطينا ايه في الاول؟ كيلو سكر بودره، وكيلو زبده، و15 بيضه. اوعوا تنسوا ال15 بيضه. معلقتين نشادر كبار ممسوحين. تمام. وايه تاني؟
و4 فانيليا واربع و2 باودر. اكياس فانيليا و2 بيكنج باودر و4 كيلو دقيق. دي المكونات بتاعتنا كلها. شايفين العجينه؟ هي كده ايه وصلت خلاص يا خلاص اهو بقت طريه كده في ايدك. اهي جميله اهيت. خلاص كده يا جماعه العجينه تمام. بسم الله ما شاء الله كده. ودي المكنه ظبطناها وهنبدا شغل مع بعض دلوقتي. وكده هنبدا اول قطعه عجين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف العجينه شكلها ايه. هي كده المكنه بتتحضر يا جماعه. ما شاء الله العجينه سلسه جدا معانا في المكنه سهله. شايفين العجينه وجمالها بسم الله ما شاء الله. شويه وهوريكم شكلها لما تخرج من الفرن باذن الله. ودي الصينيه بعد ما رصصناها. وادي ماما بتقول لكم بسم الله ما شاء الله طالع زي الفل. نمسك واحده صاج ماما بتوريه لكم بسم الله ما شاء الله لسه طالع من الفرن. وادي بسم الله ما شاء الله النتيجه النهائيه بتاعتنا. الله اكبر. بصوا يا جماعه تحفه تحفه. جميل 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 هش وجميل قوي طعمه تحفه. يلا كل سنه وانتم طيبين.